ملخص اخبار النهارده جايب لك اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. طبعا جايب لك شويه اخبار هيفيدوك جدا، وكل خبر انا جايبه لك بالمصدر. قبل اي حاجه عزيزي المشاهد ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امرا. اللايك والمتابعه يفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. نيجيريا تحصد الميداليه البرونزيه للمره التاسعه في تاريخها بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح. وفقا للصحفيه ريهام حمدي، الاهلي في مفاوضات مع المهاجم الكونغولي كيفن مونزيالو محترف بدوري الدرجه الثانيه الهولندي بنادي ديان بوش. اليوم السابع المصري البورسعيدي يوافق على انتقال احمد عيد للاهلي خوفا من رحيله مجانا. وفقا للصحفي خالد الاتربي، اليو ديانج ابلغ النادي الاهلي بوجود عرض من احد الانديه الاسبانيه لضمه مقابل 600 الف يورو، واللاعب يرغب بقوه في الرحيل للنادي الاسباني. وفقا لموقع 247 سبورتس، الاهلي المصري يغلق ملف تجديد عقد لاعبه اليو ديانج ويناقش بيعه في يناير مع تورب والتعاقد مع بديل. فحص طبي لبن شرقي لتحديد مدى جاهزيته لمباراه يانج افريكانز. اليوم السابع الاهلي يقترب من انهاء صفقه هادي رياض مدافع بتروجيت. وكيل اللاعب هادي رياض، الاهلي اتم اتفاقه مع بتروجيت لضم هادي رياض وننتظر تفعيل الاتفاق لاتمام الصفقه بشكل رسمي. اليوم السابع الاهلي يستعد للاعلان عن صفقه اوتاكا خلال ساعات. اليو ديانج ينتظم في تدريبات الاهلي اليوم بعد انتهاء مشوار مالي في افريقيا بعقد ثلاثي. مصطفى العش يوقع للمصري لمده 6 اشهر وينتظم في التدريبات. اليوم السابع الاهلي يستعد لقيد يوسف بالعمري محليا وافريقيا قبل مواجهه يانج افريكانز. وجوله اوروبيه لسيد عبد الحفيظ تحسم صفقه الاجنبي الجديد للاهلي في انتقالات يناير. وفقا للاعلام ابراهيم المنيسي، صفقات الاهلي مكتمله تظهر في مران الاهلي يوم 20 يناير بالعمري والجزار وهادي رياض واحمد عيد واوتاكا، وصفقه او اتنين في خط الهجوم احدهما تحت السن. تقارير اهتمام احد الانديه الليبيه بالحصول على خدمات البرازيلي بيزيرا لاعب الزمالك. تقارير الزمالك يغلق الباب نهائيا على رحيل احمد فتوح بسبب ازمه محمود بن تاي. تقارير الاتحاد السكندري يتراجع عن ضم ناصر منسي مهاجم الزمالك بعد تاخر الزمالك في الرد. صفقات الاتحاد السكندري حتى الان في الميركاتو الشتوي: قفشه ومحمود عبد العاطي دونجا ويسري وحيد وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن جوده. بس كده عايزين المشاهد، ملخص اخبار النهارده جايب لك اهم الاخبار وجايب لك كل خبر بالمصدر. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو فضلا وليس امرا اضغط لايك ومتابعه. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.